صفة صلاة الجنازة: يتقدم المصلي إلى الميت، فإن كان رجلا وقف عند رأسه، وإن كانت أنثى وقف عند وسطها، ثم يكبر رافعا يديه، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر رافعا يديه ويقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر رافعا يديه فيدعو، يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. وهذا دعاء عام يقال في الصغار والكبار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. وهذا للكبار. أما الصغير فيقول بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لولديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم. ثم يكبر رافعا يديه التكبيرة الرابعة. واستحسن بعض العلماء أن يقول بعدها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعضهم استحسن أن يقال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وبعضهم استحسن أن لا يقول شيئا بل يكبر ويقف قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله.